السلام عليكم، معكم محمد عصام في فيديو جديد في قناة طقة. ده اللي هنسوي شنو؟ هنسوي اندومي بنكهة سودانية. واحدة من اختراعاتي، ما أعرف لو في زول جربها قبل كده، لكن الحاجة دي أنا ما حصل مرة شفت أي زول بيسويها، وده أنا أول مرة أجربها. عشان كده سميتها اندومي سوداني. فوروني لو في زول جربها قبل كده ولا بس سواها كده عشوائي ولا أي حاجة. تابعوا معانا، وقبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب. هنا يا شباب بدينا نقطع بصلتنا، بصلة واحدة وزي ما ملاحظين بصلة صغيرة كمان، وبس بصلة واحدة ولا على حسب الكمية، انت شوف الكمية حتسويها كم. انا سويت اندومي جامبو زي اندومي اتنين اندومي كده. بطل البصل ده رقاق شديد. تاني قطعوا الطماطماية دي. الطماطماية دي ما عارفها كانت صغيرة شديد في القطاع. بعد ما قطعنا الطماطم بتاعنا ده برضو حاولوا قطعوه صغير، لكن ما صغير شديد انه تكون يعني يطلع موية كتير يعني. طلعوا لكم فلفلة واحدة، ممكن تكون حارة ممكن تكون باردة، دي باردة. ونكسر الاندومي ما ينفع يكون طويل في الأكلة دي. لو سوينا اندومي طويل ما حتشتغل معانا الأكلة دي، فنقوم نكسر الاندومي. الزيت بتاع الاندومي دي الحاجة الوحيدة اللي ما نافعة في الاندومي، فأقوم أرجعها برا. وتاني نقوم نضيف الاندومي بتاعنا في موية بتغلي، نتأكد إن الموية بتغلي ونخليها حاجة كده بتاع دقيقة ونص، حرفيا كده دقيقة ونص، ونطلعها طوالي. تاني كبينا الزيت، خطينا البصل بتاعنا. بعد ما كبينا البصل بتاعنا كده نقوم ننزل عليه الطماطم والجبال، نخليهم كويس كده مع بعض ياخدوا نكهات ويتجانسوا. تاني ننزل عليهم الفلفل حقنا حق جبال، نخلطهم بس مع بعض كلهم. يلا الاندومي لو لاحظتوا مويتها كانت كتيرة شوية، فالموية بتاعت الاندومي ذاتها احنا نقوم نسوي بيها الخلطة بتاعت شنو، بتاعت الدكوة، ونزيد البهارات بتاعت الاندومي في الدكوة دي. بعد ما بعد ما سيحنا الدكوة كويس شديد، يعني اتأكد انك سيحت الدكوة كويس شديد. نقوم نخلط البهارات وكده، ممكن نخد خل او ليمون في الخلطة دي. تمام. هنا هنخد شطة حمراء ولا بابريكا مسخنة، وهنخد توم مسحون. البهارات الحتة دي ممكن تستخدموا انتوا الحاجة اللي عايزينها، لكن لازم تحطوا نكهة هنا، لأنه شنو، النكهة بتاعت الاندومي شوية كده هتديها، مع لأنه طعم الدكوة قوي. فنقوم هنا نخلط الاندومي كويس شديد، نخلطها كويس شديد إيه كده. بعدين انت ممكن تاكل الاندومي كده على فكرة، لكن نحن هنقوم نظبطها زيادة. الصوص بتاعنا ده حق الدكوة ده، الدكوة بقت صوص، لكن اللهم يعني سوى شغل عجيب، شغل كده ما عادي. شنو يا شباب، زي ما شايفين كده، أحلى اندومي بأحلى نكهة سودانية. أنا هسه نقوم شنو، نقوم نجربها معاكم كده، تجربة حصرية. سخن شديد 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 شديد، بسم الله. والله يا جماعة الطعم الأول ده ظابط شديد، كأنها سلطة دكو باندومي، لكن على أدرع على أدرع. أنا عايز أشيل لي لقمة تانية عشان أقدر أستوعب الطعم ده. يا جماعة الاندومي دي أدرع من الاندومي اللي سويناها بالصويا صوص. ويعني الدرعة درعة درعة. أنا والله كنت جاي خرمجة وكلام زي ده، لكن طلعت حي درعة. وأنا أقول لكم هنديلها، أشوفه يعني هنديلها حاجة درعة كده يا جماعة. يا جماعة الفيديو ده اندومي دي درعة درعة ما عارف أوصفها لكم كيف، لكن بس درعة هي. لايك شير سبسكرايب، انتظرونا لحد الفيديو الجاي. ورونا لو عجبتكم ولا ما عجبتكم، وفي ناس تحاول تجربها وتدينا رأي فيها.